طب اتصرف ازاي؟ هروح فين ولا اجي منين؟ هي مرارك الطفح يا هلا. هو انا اللي بقول هرتاح ومش هشيل هم ان ارجع عصر تاني؟ طلع لي خازوق. لا بس ان شاء الله هحاول. بس احاول ازاي وابو دم تقيل ده مش طايقني؟ اوف، انا اروح انام احسن. وفضلت قاعده عماله افكر لحد ما غلب عليا النوم. لقد اخبرتك لن استطيع الزواج منها. لما كل هذا الرفض يا رجل؟ ما سمعته انها جميله. بالفعل هي كذلك، ولكن كيف لي ان اتزوج من تلك القبيله؟ تعلم مدى كرهي لها. ربما هذه هي بدايه جديده وصلح بينكم. لا اعتقد ذلك، تلك القبيله لديها طابع الخبث. اجود، عليك التفكير جيدا بالامر كي لا تغضب والدك. انا ساذهب. يا ساتر، انا لسه في عصر سكلاتك امك ده. انا هروح اشوف هبدأ ازاي واتصرف ازاي في وقت البنات. وبعدها خرجت من الأوضة عندي، وانا بتمشى سمعت صوت خبط وتكسير. يا كبد امك، للدرجة دي مبسوطة انك هتتجوزني؟ عشان كده من فرحتك عمال تكسر في كل حاجة. لما تقفي هنا؟ ها؟ لا ابدا، حسيت ان حد بينادي عليا عشان كده جيت اشوف مين اللي بينادي يا اسطى. هيا اذهبي، لا اريد رؤية وجهك مرة اخرى. هو اتعصب عليا وقال لي كده وانا طلعت اجري من قدامه. يخرب بيتك يا ابن المجنونة. وبعد كده رحت الخنفساء. ازيك يا خنفسة الخنافيس؟ بخير، هل تحتاجين مساعدة؟ يا ريت، محتاجة اذهب عشان اشوف شوية حاجات عن المكان هنا وارى اقمشة جديدة. حسنا، سأنهي ما بيدي واتي لك. ما تعوقيش بقى، هستناكي. وفعلا خرجت واستنيتها، وبعد نص ساعة جاتلي. هل هنذهبوا ولا لسه؟ هيا بنا. وفعلا خدتني ورحنا السوق. واول ما وصلنا هناك استغربت جدا ان الستات اللي في السوق قليلين قوي. لماذا المكان هنا ما فيهوش ناس كتير والنساء حبة صغيرين؟ لا يخرج للسوق الا النساء اصحاب العائلات والمقامات لكي يشتروا اقمشة او عبيد او مجوهرات، ثم عدد الفتيات هنا قليل بسبب عمليات الوأدة التي تحدث. يا ضنايا يا بنتي، ده انتوا هنا في عذاب. هيا بنا لنكمل جولتنا. انظري، هو سوق العبيد. هو أول ما بصيت لقيت يوسف وسيف قدامي وواقفين مع العبيد. فتست على نفسي من الضحك. هي سبحان الله، عبيد في كل عصر، والله تستاهلوا نفس التذنيبة من أيام الفراعنة. أعتقد إنه حان وقت العودة. طب اسمعي، أريد أن أقول لك حاجة. تفضلي. هو إيه أكتر حاجة مكروهة هنا؟ أكتر شيء أو أكتر عادة سيئة؟ بعد وقت البنات تأتي الحروب المفاجئة بين القبائل. حسنا. وبعدها روحنا على البيت. طيب وبعدين في الوقعة اللي أنا فيها دي أقنعه إزاي؟ ده ما بيطيقش يبص في وش أمي. أنا بقول إن ممكن تستخدمي مثلا الغيرة أو الجمال. أمنية الكلب، قلتلك 100 مرة نصايحك دي خليها لنفسك. الحق عليا، عايزة أوعيكي وانصحك عشان المدة ما تروحش هدر وهباء عليكي. هباء اسود عليكي. مش عايزة نصايحك وخلاص، أنا أصلا لقيت الحل ومش عايزة أي نصايح منك. لا والله. طب يا ترى بقى إيه هو الحل ده يا فقيقة؟ الحرب. يخرب بيتك، حرب إيه؟ انت جاية تولعي في العصر يا بت انتي؟ بقولك ايه، اختفي انتي وملكيش دعوة، وانا بمخمخ كده وهطلع بحتة فكرة فظيعة رهيبة جامدة زحليقة. قلتيلي شكل الزحليقة دي انت اللي هتتزحلقي عليها. يلا باي باي يا قطقوطة. أمنية اختفت وانا فضلت عمالة افكر. انا جعت قوي. هي الناس دي ما عندهمش احاسيس ولا مشاعر ولا ايه؟ انا هروح انكد على اللي اسمه اجود ولا احول ده عشان اعرفوا ان الله حق وان عروسة اي حد يستمناها. خرجت من الأوضة لقيت المكان فاضي مفهوش اي حد. رحت على أوضة اجود برضو لقيتها فاضية وما لقيتهوش جواها. ايه ده؟ هي الناس راحت فين؟ هم اتحرقوا ولا ايه؟ طيب حتى اللي اسمه زبيب ده ولا حس ولا خبر عنه من الصبح. انا احسن حاجة اعملها ان ارجع اوضتي وانام. يا بني، الامر ليس بذلك السوء، انها جميلة. الامر لا يتعلق بالجمال. انا لن اتزوج من تلك القبيلة يا ابي. لقد صدر امري اجود، وانت
عليك التنفيذ، أفهمت؟ حرابة، اقنعه بالأمر، لأن خلال 5 أيام سيقام الزفاف. حسنا سيدي. كنت واقفة وعمالة أفكر هبدأ منين. بسم الله واستعنا على الشقة بالله. مرة واحدة لقيت اللي خارج من الأوضة وكله غضب. يا ساتر، طب عليا النعمة وقت البنات أمره أسهل من بوز أمك. وبعد كده رحت وراه. هل أخبرك من الصباح أن تأتي لتعكري مزاجي؟ قصدك مين؟ أبي. تقصد الحاج زبيب؟ لا ما قاليش، أنا التي كنت عايزة أجي وراك لأنك ستكون جوزي المستقبلي. ما ردش عليا وسابني ومشي. ايه ده ماله ده؟ يكونش لغة العربية الفصحية ما عجبتهوش؟ لا ده أنا بتكلمها لبلب. وبرضه رحت وراه. ما اللعنة، ماذا تريدين؟ أكل، أريد طعام، فود، جعانة. لما لم تتناولي الطعام في البيت؟ يا عم اسكت، ده انتوا بيت بخيل. ده أنا من ساعة ما جيت ما حد عبرني حتى بحتة عيش مبلولة. ما ردش عليا وسابني ومشي. وبعدين لقيته جايلي برغيف عيش. ايه ده؟ انت صدقت ولا اني عايزه رغيف مبلول؟ لا يا عم، انا عايزه فراخ ومحشي. بكلامك الغير مفهوم وازعاجك تسببي لي الصداع. بنادول يساعد على تخفيف الام الصداع. اللعنه. ايه ده؟ انت اتخنقت مني ولا ايه؟ لا اصدق ان تلك الغبيه ستكون زوجتي. تصدق ان انت قليل الادب؟ طب اقولك الغبيه دي تبقى مين وما تزعلش. انصتي لي، أنا لدي أمر هام أقوم به، لا تتبعيني وإلا قطعت قدميك. عشان أطلع روحك وأعصرها بإيدي. لن أتبعك يا أخويا. ليس وكأنني مهتمية بيك. أنا هروح وأذهب عشان أشوف خنفسة صديقتي. وبعدها سبته ومشيت. فالحامل قدامه شطرة وأنا خيبة الأمل. وبعدين إيه كل التماثيل دي؟ يوه، ده خاني الخليل فرع الجاهلي ولا إيه؟ هل تبحثين عن تمثال معين؟ ها؟ لا أبحث، ولكن التماثيل هذه مصنوعة حلو. لقد صنعتهما بيدي، منهم مصنوع من الحجارة وآخر من العجوة. يمكنك اختيار ما تشائين، إله لك. استغفر الله العظيم، لا إله إلا الله. وحد الله في قلبك يا جدع. هل اتخذت قرارك؟ ورينا بعجوة كده. هذا هو. خدت منه التمثال وحطيته جوه الرغيف اللي جابهولي أجود وكلت منه. تصدق عجوتك طلعت حلوة وطعمة يا عم الحاج. هل ما أراه حقيقي؟ أكلت الإله؟ إله مين يا ابني المهفوفة؟ خلاص بقى فكك يا عم، مش ده إله؟ إذن ستحل بركاته في معدتي الجوعانة. اصمت بقى. أريد حسابه. حساب إيه؟ الحساب يوم الحساب. أريد حسابه. أم إنك لصة في عينك المدورة المقورة دي؟ ده أنا هلا. أتدري إنني من قبيلة جبنة قريش يا أبو عجوة أنت؟ أريد حساب التمثال أيتها المخادعة. حساب التمثال عندي سيد أجود. تلك الغريبة أخذ. لا حاجة للكلام، أنت أخذت حسابك وانتهى الأمر. شكرا. هيا للعودة. طب على فكرة بقى، عجوتك مش حلوة خالص، اخي عليك. يبدو إنك كارثة متنقلة. الكل بيقول كده، لكن أنا مسالمة. انظر لوجهي وسترى إنني هكذا، فتلك الملامح هل تأخذين الأمور دائما بتلك الطريقة الطائشة؟ يوه، هو أنا ليه حاسة إني في محاضرة صحة نفسية؟ يا عم أنا جاية يومين العصر ده أفرفش فيهم شوية، لا تفصلني بقى. لهجتك غريبة. لا يا شيخ، بتقول على كلامي غريب. طب واللي بتعملوه في البنات أليس غريب وحياة زبيب أبوك؟ البنات؟ أيوة البنات اللي بتوقدوهم. أعلم إنها عادة سيئة. طب وساكت ليه؟ طب على فكرة بقى، الساكت عن الحق شيطان أخرس. كيف لك أن تسكت على حاجة زي دي؟ ألست كبير الزعيمة؟ أقصد القبيلة؟ أحاول بالفعل، ولكن ما دخلك أنت بالموضوع؟ دخلي؟ وإلا دخلي، ده أنا سأظل عالقة هنا لو الأمر ما تحلش. لقد تأخر الوقت، علينا العودة. لقد وصلنا، لا تخرجي مرة أخرى، ويكفي حديث بأمر لا يخصك. أنت مجرد ضيفة هنا، ثم إنك لا تعرفين المكان ومن الممكن أن تضيعي. أوف يا باي على تقل دم أمك في العصر ده.
الله يرحم أيامك يا إبريس. هو لحد هنا تكون خلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم إشعار لكل قصة جديدة.